بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. كل لحظه يا رب وانتم بخير ان شاء رب العالمين. النهارده ميعادنا يا جماعه مع مشترياتنا بقى باذن الله يا رب، مشترياتنا الاسبوعيه ان شاء الله. هقول لكم النهارده بقى يا رب يا رب فكها من عندك كمان وكمان وكمان يا رب. دايما يا جماعه بقول لكم تفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله. والله انا متفائله خير لاني راميه حمل على ربنا، وبقول لكم الكلمه دي فعلا. سيبوها على الله كده هتلاقوها ماشيه زي الفل ان شاء الله. انا يا جماعه رحت السوق بعد خلاص، يعني راح السوق متاخر قوي بصراحه. فانا رايحه برضو قلت خلاص انا عارفه ان النهارده هيكون الناس مشت. فانا لقيتهم الحمد لله بيلموا في حاجتهم، وده المطلوب عندي الحمد لله. هقول لكم بقى الاسعار واللي انا جايباه ده كله ما شاء الله اسعاره قد ايه، وجبت خزين للبيت وكل حاجه، وهقول لكم كل حاجه ازاي. بس والله النهارده الاسعار ما حدش يتخيلها بجد. اول حاجه خالص البتنجان ده يا جماعه اخر حاجه خالص والله. شايفين؟ يعني انا واخده كمان دول، الراجل عطوهم لي كده اهو. الاتنين دول هم اللي معاه خلاص، يعني دول اخر حاجه، دول اكتر من 2 كيلو. الكيلو كان بيقول لي ب5 جنيه، هم دول اللي عنده قال لي يلا خدوهم كده ب10 جنيه. خدت الوقت البتنجان كبير ما شاء الله اهو. انا اخداه علشان اعمله اشويه طبعا، اعمله بابا غنوج. ادي اول حاجه ب10 جنيه. طيب فكها يا رب من عندك. الطماطم تفاح خلاص اهي، الكيلو ونص ب10. بسم الله ما شاء الله زي الفل كده خلاص. احسبوا انتوا معايا بقى يا جماعه، 10 و10 اهو يبقى 20. طيب 20. البطاطس ما شاء الله اللهم صل على جمال النبي. البطاطس النهارده زي الفل فل الفل وتحمير كمان. والله يا جماعه الحمد لله ما شاء الله يا رب. الكيلو ب10 جنيه، جبت 2 كيلو كده بال20 ما شاء الله. طيب ايه كمان؟ اسمها ايه؟ الليمون. الليمون ما شاء الله الكيلو ب10 جنيه يا جماعه. لا كيلو ونص ب10. كان بيقول لي ب10، قلت له ده اخر حاجه معاك. المهم جبتهم الكيلو ونص ب10. حتى شايفين دي فيها كده برضو، وفي هنا كمان معاه اهو. كان ضارب خالص اهو. اهو قلت له ده اخر حاجه معاك. خدتهم كده للطيور عندي، دول ضاربين اهم. يعني فبقول لكم يعني عارفين اللي ايه اللي قلب لي البتاع كلها والله كده. قلبها لي بحالها كده واديها لي اهي في الكيس. كل ده اهو اداهولي كده. قلت له هات لي ده عشان انا هعمله هحطه للطيور. فانا عينتهم في جنبي طبعا. ديت برتقانه كمان خلاص، وشطه اهي فلفل. والليمون بقول لكم لان الليمون ده مش حلو اهوت ده خلاص. قلت له خلاص رايح يرموهم، قلت له لا هاتهم انا هاخدهم للطيور عندي. طبعا هضرب دول في الخلاط بقى عشان احنا في برد. يبقى ده برضو بيدفي بيقاوم البرد عند الطيور يا جماعه. فانا شلته في جنب اهو. فبقول لكم ودي برضو كمان هشيلها اهي، بس هي لسه يعني ماشي. اخد نصها واعمل نصها اهي. فانا بقول لكم كيلو ونص ب10 تمام. طيب الشطه بقى بسم الله ما شاء الله. الشطه بقى بجد يعني انا فرحانه قوي بالشطه ده اللي يهمني الشطه. والحاجه اللي انا هخلي لها بصراحه اللي انا هقول لكم عليها فعلا اهي. الشطه يا جماعه كيلو ونص ب10. طيب القرنبيطه دي ب10 جنيه وحياتك يا رب. وعنده قرنبيط تاني ب35 جنيه. قلت له ده فرق ايه؟ ما اعرفش ليه بقى يا جماعه. حد يفهمني اللون الموف ده اهو اللون المفضي. قال لي لا عشان دي كانت المفروض تستوي الوقت شويه لسه في الارض تقعد اسبوع، انما احنا بنطلعها كده عشان اللي عايز يملح بس او حاجه. قلت له لا انا عموما انا هاخد ديت. انا مش عايزه قرنبيط اكل ولا حاجه، لان ده هياخد مني بيض وهياخد زيت وكلام من ده. لا انا عايزه لان انا ملحها. فقمت اخذ القرنبيطه دي ب10 جنيه خلاص جبتها اهي. طيب ايه كمان؟ الخيار يا جماعه. شايفين الخيار اخر حاجه والله معاه؟ شايفين؟ يعني انا جايبه المكسر اهو كله كده اهو. دول ب10 جنيه يا جماعه على بعضهم كده اهو. اهو فيه مكسر اهو. يعني بصوا في السليم تقريبا ما اعرفش 2 3 اهو، والباقي كله مكسر حتى تحت اهو مكسر خالص اهو. ده اخر حاجه خالص معاه كده. خدتهم قال لي تاخدوهم تملحيهم، قلت له اه. فخدتهم كده ب10 جنيه يا جماعه. وعلى فكره فيهم حلو. يعني انا هاخد السليم ده برضو عشان اعمل بيه سلطه، والباقي هملحه ان شاء الله باذن الرحمن يا رب. طيب خدت كمان الليفت ده يا جماعه. الليفت ده همتي ب5 جنيه. ما فيش عنده غيرهم، كانوا اخر حاجه خالص. وبصراحه انا كنت بتمنى ان انا اجيب ليفت عشان اعمل محشي ورق ليفت، بس ما فيش. وكمان حتى لو الليفت ده كان عنده ما كنتش هعرف اجيبه، لان انا ما بحبش اللي هو اللي بيبقى كده. انا بجيب الليفت اللي بيبقى احمر قوي، مش اللي انما ده فيه ابيض. فما كنتش هجيبه، بس اما لقيت خلاص اخر حاجه قمت اخداهم. دول ب5 جنيه. طيب البرتقان يا جماعه ما شاء الله الكيلو ونص ب10. وجبت كمان بالفجل يا جماعه. فجل طري وجميل خالص اهو زي الفل ما شاء الله والله اهو. جبت الاربع ربطات دول ب5 جنيه. اللهم صل على جمال النبي. ادم مشترياتي بقى النهارده. احسبوا كده معايا وقولوا لي. هنحسب مع بعض خلاص ونقول الاسعار بتاعتنا النهارده ايه. اللي طبعا انا يعني بجد انا اللي انا مبسوطه منه طبعا اللي هو ان انا هملح.
لان شايفين انا برطمان الشطه خلاص قدامي اهو، ما بحوشوش خالص من هنا قدامي اهو. طيب الوقت باذن الرحمن يا رب عايزه بقى املح تشكيله الحاجه. فالحمد لله انا مش عايزه اكتر بقى من الحاجات اللي موجوده دي. الشطه عندي، القرنبيط، الخيار، اللفت كده يا صلاة النبي، اهم حاجه عندي دي هعمل منه برطمانين كمان مش واحد، ده ما شاء الله حاجات كتير. والشطه طبعا مش هاخدها كلها، لان الشطه انا بملحها في الشرشه زماني دايما بقول لكم. طيب والحاجه الحلوه كمان ان الحمد لله رب العالمين البرتقال رخص يا جماعه. البرتقال طول ما هو رخيص كده، ادي الفاكهه بتاعتي بقى طول الشتاء. ده برتقال خلي بالكم، مندولين كمان نفس الاثنين سعر واحد. فانا جبت من ده ومن ده، لان انا عارفه ان العيال عندي هيقولوا لي احنا يعني هيسيبوا لي البرتقال، يقولوا لي البرتقال مالح كليه انتي، بس والله ما هو مالح، والله مظبط وجميل. بس بقول لكم ان المندولين مسكره، فانا جبتها لهم برضو، فالاثنين بسعر واحد. اما البرتقال بقى طبعا بتاع فيتامين سي والبرد كمان اللي احنا فيه دلوقتي. فالحمد لله مع البرتقال مع الليمون كده يقاوم البرد، وابقى انا الحمد لله في الامان بقى. عشان طول البرد يا جماعه انا ما باكلش غير البرتقال، طول البرد بشتري الفاكهه برتقال على طول. طيب فبقول لكم الحاجات اللي احنا جبناها بقى. وطبعا يا جماعه البابا غنوج اللي انا هعمله ده كتير، هعمله طبعا واحطه في علبه واحطه في الثلاجه، هناكل منه كام يوم كمان يعني ما شاء الله، يمكن والله يمكن الاسبوع كله اهو. والبطاطس بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. احسبوا يلا معايا كده، هتلاقوا ان الاسعار الحمد لله رب العالمين يعني والله ما يعني اقل القليل الحمد لله. بس بقول لكم يا جماعه زي ما هو موجود عندي الاسعار دي هيبقى عندكم برضو، بس انتوا لفوا كده وشوفوا، ما تروحوش لاول تاجر وتروحوا له على طول، روحوا كده لفوا. طيب رايكم بقى انتم شايفين، انا حبيت اغير كده بصراحه. انا الله يسعدها يا رب، واحده زميلتي لقيتها جايبه العطر شانه دي، فقلت لها طيب اعرف ازرعها؟ قالت لي لا، حطها في ازازه ميه الاول، ازازه ميه صغيره كده، وبعدين هتلاقيها عملت بتاع جذور كده تحت، قومي نقلها في اي حاجه. فبصراحه انا حطيتها بقى لها يومين اهي ما شاء الله زي ما هي خضره وزي الفل اهي، بس لسه ما عملتش بقى الجذور دي. بس انا بقول لكم قلت برضه اغير الشكل كده ويبقى في فيصل بين الحاجه دي ودي، الورق العطر شان كده، عشان انتوا عندي احلى من العطر شان نفسه. فالحمد لله رب العالمين. نحسب يلا مع بعض بقى ونقول الاسعار بتاعتنا ايه. اول حاجه زي ما احنا قلنا البتنجان ب 10، ده دول على بعضهم كده يعني، هو انا عارفه ان هم ممكن يعدوا ال 2 كيلو والله، بس هم اللي كانوا معاه فبقول لكم ده ب 10. طيب البطاطس ب 20 ما شاء الله زي الفل، وبطاطس تحمير. الطماطم ب 10 يبقى كده كام؟ 40. طيب 40 والليمون ب 10 يبقى 50. 50 والشطه ب 10 يبقى 60. 60 والقرنبيط ب 10 يبقى 70. طيب 70 وده 10 يبقى 80. 80 و10 برتقان 80 يبقى 90. طيب 90 و5 لفت يبقى 95، والخمسه اللي هو الفجل يبقى كده 100. اللهم صل على جمال النبي وحق لا اله الا الله. يا جماعه انا بقول لكم من اول الشهر وانا مسكت في ايدي كده ال 500 جنيه، مسكتهم كلهم فكتهم خمسات والله. يعني انا هوريها لكم اهو يا جماعه، شايفين فكات كده الخمسات على طول، علشان وانا رايحه السوق ما يبقاش معايا جامد بقى واقعد بقى خلاص محتاسه كده، او يقعد ياخد مني اكتر. لا، حتى كده اقول له لا انا ما عادش معايا خلاص، ما عادش معايا فلوس، انا ما معيش الا كذا. فباخد الخمسات دي من اول الشهر كده دايما افكها، عشان الخمسات دي بتنفع معايا قوي. ان بروح على انتوا عارفين ان لو معايا 200 جنيه وهقول لكم ايه، وهجيب مثلا ب 5 جنيه حاجه، يبقى ما معيش حاجه. لان طبعا فين عما يقعد يفك لي ويقول لي طب خدي حاجه تانية مثلا زياده او حاجه علشان خاطر ما معيش فكه، لا الف من عند حد وافك. طب وبعدين في العذاب ده؟ انما انا دايما بحب يبقى معايا فكه بالذات وانا رايحه السوق، علشان اعرف اجيب حاجتي على قد كده باذن الرحمن يا رب. فبقول لكم دي اول حاجه خالص، ان انا افك الفلوس معايا كده، افك خمسات خالص اهي واروح بقى باذن الرحمن اعرف ان شاء الله اشتري حاجتي واجيب حاجتي. فالنهارده بقول لكم دي مشترياتي بقى الحمد لله. 100 جنيه يا جماعه، 100 جنيه هخزن ان شاء رب العالمين. شوفوا هملح بقى، شوف التمليح ده هيقعد عندي قد ايه. وطبعا البرتقان والحاجات التانية ديت المطلوبه دي الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اللهم فكها من عندك يا رب، اللهم فكها ان شاء الله يا جماعه. والله ولسه كمان الخير داخل، الخير داخل والخير داخل ان شاء الله. والحاجه باذن الرحمن هترخص اكتر واكتر والله. انا امبارح كانت واحده زميلتي معايا وقالت لي هتنقي لي كرنبايه، انا جبت لها يا رب يا رب بالهنا والعافيه، جبت لها كرنبايه ما شاء الله الله اكبر. يعني عارفين حجم كبير قوي قوي قوي، وقلب ما شاء الله يا رب بالهنا والعافيه يا رب بحق لا اله الا الله.
وما شاء الله وجبتها ب 20 جنيه اللي كانت ب 80 جنيه و90 جنيه. فالحمد لله رب العالمين. بقول لكم احنا داخلين فصل الشتاء يا جماعه. فصل الشتاء كل حاجه بتبقى فيه حلوه ورخيصه وتتخزن كمان. خزنوا ان شاء الله اللي انتوا عايزينه في فصل الشتاء. هو فصل الخير والبركه ان شاء الله. هنتقابل بكره في يوم جديد كله خير وبركه وتوفير يا رب. اقابلكم دايما على خير. سلام عليكم.